طبعا الفيديو بتاع النهارده احنا خلاص اتكلمنا على موضوع القايمه وغير القايمه، واتكلمنا في كل شيء، ولكن في التوقيت الحالي كلنا بندعم المنتخب المصري، كلنا ورا المنتخب المصري. خلصنا من موضوع اللعيبه والقوائم والاسماء. نبدا نتكلم على المنتخب. الدعم بتاع ال 110 مليون، الدعم الاعلامي، الدعم بتاع الاعلام الجماهيري كله، كل ده المفروض يكون مع منتخب مصر في التوقيت الحالي. طبعا انا عجبني اعلان لسه نازل في التلفزيون ممتاز، شكله حلو جدا جدا. بيتكلم فيه ان احنا اللي كان بيتفرج على مباراه في حته معينه في الفاينل بتاع 2017 او 2021 يغير المكان، وده اللي هيحصل. هنغير المكان عشان نغيره باذن الله مصر تكسب كاس الامم الافريقيه. طبعا ناس كتير جدا بتتكلم على التشكيل، مين اللي المفروض يكون الاقرب بالنسبه للمباراه القادمه امام موزمبيق. يعني انا مش شايفه المنافس القوي. طبعا مصر من الفرق اللي بتحترم كل المنتخبات اللي بتلعبها، حتى روي فيكتوريا بنفس الموضوع. لعب مع منتخبات كتيره جدا جدا، اذا كان على المستوى الودي او على المستوى الدولي. امورنا اكثر من رائعه مع روي فيكتوريا في عمليه التشكيل وعمليه كمان اختيار العناصر، خاصه المباراه والكوتشنج. انا شايف ان في روي فيكتوريا ممتاز جدا، وانا اشهد على كده في مباراه الجزائر، واحده من افضل مباريات المنتخب المصري في اخر 10 سنين، مع مدرب تعامل مع المباراه بشكل كبير جدا جدا وبشكل ممتاز. طبعا ناس منتظره فكره التشكيل ومين اللي يكون اقرب، مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش. انا وجهه نظري طبعا يعني الشناوي لا غبار عليه. شناوي النادي الاهلي واحد من افضل الحراس، وده واحد من اللعيبه كمان اللي بيدي ثقه وامان كبير جدا جدا للمنتخب المصري وكل الجماهير المصريه بدون انتماءات، لان احنا عاوزين ننسى كل التيشيرتات ونفكر في منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه باذن الله، يرجع في شهر فبراير موجود مع الكاس. الشناوي كحارس مرمى على الجبهه اليمنى في التوقيت الحالي، لان يمكن في شك في اصابه عمر كمال عبد الواحد. محمد هاني هو المرشح الاول، ده يمكن انا ترشيحي بالنسبه للمنتخب المصري او التشكيل اللي ممكن يكون بيفكر فيه روي فيكتوريا. اتنين لعيبه تحت، محمد عبد المنعم واحمد حجازي، والاثنين بتوع كوره، لعيبه كوره كويسين جدا. ممكن ياسر نستخدمه في وقت تانية، ممكن احمد سامي نفس الموضوع، علي جبر. ولكن انا شايف ان فكره روي فيكتوريا دايما في اختيار عبد المنعم وحجازي او الونش انهم بتوع كوره من تحت، بيخلقوا حل واثنين وثلاثه واربعه. لما بيكون عليك ضغط من بعض الفرق الكبيره بيقدروا يتعاملوا بشكل ممتاز جدا، وكمان عمليه الانسجام بين الاثنين اللعيبه. يبقى قلنا اتكلمنا على منعم وحجازي، وممكن يلعب احمد سامي مع محمد عبد المنعم ويخلي حجازي المباراه اللي بعديها، لان المباراه هتكون اهم واصعب من مباراه موزمبيق. الجبهه اليسرى طبعا محمد حمدي، اتمنى انه يرجع لمستواه. اتمنى كمان انه يكون عامل جبهه ممتازه جدا في الناحيه الشمال. هو لعيب جيد ولعيب عنده قدرات ممتازه، لعيب دفاعيا هايل وهجوميا ممتاز، فبالتالي المفروض يكون فيه مساعده ليه او دعم ليه كمان كلنا من الجماهير المصريه ومن الاعلام المصري. الثلاثه بتوع نص الملعب، ودي يمكن دي المشكله الحقيقيه اللي كل الجمهور بيتكلم فيها، وانا مش شايف ان فيها مشكله. ده هي اولا ميزه لمصر، ميزه لمنتخب مصر، ميزه لروي فيكتوريا، ميزه ان عنده مجموعه لعيبه تقدر تلعب في اماكن كثيره جدا، ميزه ان عنده تعدد حلول، ميزه ان عنده اسماء في الوقت الحالي في نص الملعب. يعني في افريقيا صعب جدا يكونوا متواجدين. على الدايره في كلام على مروان والنني، ولكن انا عارف انه هيلاعب النني، او ممكن يكون واثق انه هيلاعب النني، والنني من اللعيبه اللي عندهم الخبرات اللي ممكن يدير نص الملعب بشكل جيد جدا. ومروان اضافه للمنتخب والمنتخب اضافه ليه، وتواجده على الدكه مهم جدا وهيحتاجه بعض الاوقات. نيجي على الثمانيه اللي على اليمين والثمانيه على الشمال. طبعا الاسماء الكتيره عامله لغط في الشارع، وعامله كمان حاله من الترقب مين اللي هيلعب واللي مش هيلعب. ولكن انا بقول للمره الثانيه والثالثه والرابعه هي ميزه ممتازه، ميزه رائعه كمان لروي فيكتوريا، ان انت عندك زيزو، واحد من اسرع اللعيبه اللي يعملوا نقل الهجمه كبوكس تو بوكس كرقم 8 على الجبهه اليمنى، ومساعد ممتاز. ونجحت الثنائي الكبير جدا بينهم محمد صلاح، لما صلاح بيقطع لجوه وزيزو بياخد الجبهه اليمنى. زيزو كمان مميز عن لعيبه تانية بالكروسات، ميزو مميز عن لعيبه تانية بعمليه التسديد، ثابت ومتحرك. وبالتالي تواجد زيزو لا يقلل من اي لاعب، ولكن لانه بالفعل
واحد من احسن اللعيبه اللي في مصر في التوقيت الحالي، بيعملوا نقل الهجمه بشكل ممتاز جدا، يساعد محمد صلاح في سرعته ويقدر يشتغل كمان مع مصطفى محمد. الناحيه الثانيه هي ثابته، هي محجوزه اللعيب من يوم ما طلع في منتخب مصر والنادي الاهلي هو الثابت، اسمه حمدي فتحي. انتقل طبعا لنادي الوكرة القطري، انما يبقى اللعيب الثابت والاساسي في المكان ده. وده برضو لعيب يعني مكان ممكن يلعب فيه محمود حماده، وممكن يلعب فيه امام عاشور. انما اذا الراجل عاوز يعمل البدايه بثلاث لعيبه يكونوا مختلفين، وعنده التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه وهيكمل بالبطوله زي زيزو وفتحي والنني، ممكن نشوف مروان عطيه في المباراه الاولى، ممكن نشوف كمان امام عاشور في المباراه الاولى، ممكن نشوف حمدي فتحي او امام عاشور على الجبهه اليسرى. عنده تعدد حلول رائع. انا وجهه نظري ديت او الموضوع بتاع الثلاثي الوسط فيها ميزه كبيره جدا جدا لروي فيتوريا في العمل الهجومي والعمل الابداعي من نص الملعب وكمان عمليه التسديد. اذا كنا بنقول على زيزو ان اسرع واحد ينقل الهجمه وعمل ثنائي مع صلاح، انا بقول برضو ان حمدي فتحي كلاعب اكتف على الجول هايل، لعيب في ضربات الراس ممتاز جدا، لعيب بيساعد كمان مصطفى محمد، اوقات تلاقيه راس الحربه الثاني اللي موجود مع مصطفى محمد لما بندخل تكون الكره معانا. وبالتالي حمدي من اللعيبه المهمين جدا جدا لمنتخب مصر، وبديله من احسن اللعيبه اللي موجودين في مصر اذا كان امام عاشور او اي بديل اخر. الثلاثي الامامي عندك طبعا لا غبار على محمد صلاح، احسن لاعب في العالم في التوقيت الحالي، لعيب في الفتره الاخيره استخدمه روي فيتوريا في حته في عده اماكن. بعض مباريات بلجيكا انا شفته لعب تحت راس الحربه كصانع لعب، مباراه ثانيه بيلعب كلاعب راس حربه تاني مع مصطفى محمد، وبعدين يجيب زيزو على الجبهه اليمنى او امام عاشور، ونجح فيها برضه محمد صلاح. الخبره اللي خدها صلاح والنضج الكبير جدا اللي خده صلاح والشكل اللي بيلعب فيه مع ليفربول اداله مرونه كبيره جدا انه يتعامل مع اي حد من اللاعبين في وقت معين، وبالتالي نجح مع كل الثنائيات اللي موجوده وخصوصا الثنائي بتاع زيزو. علشان كده بقول ان تعدد اماكن صلاح مهم جدا للمنتخب المصري. مصطفى محمد اللاعب الثابت راس الحربه، ولكن مصطفى محمد يعني زي ما بنتكلم عليه انه لعيب في الوقت الحالي نجح نجاح كبير جدا في فرنسا، المفروض يثبت ده مع المنتخب المصري. وانا عندي ثقه كبيره جدا في مصطفى، واحد من احسن رؤوس الحرب على المستوى البدني، على المستوى الجسماني، على مستوى الهيدرز، وكمان عمليه التسديد من خارج خط 18. واقفه معاه شويه بس باذن الله هتفتح في كاس الامم الافريقيه. المنافسه عند مصطفى كتير، عنده كوكا وعنده كهربا وعنده كمان عمر مرموش، وده منافسه لصالح المنتخب، منافسه لصالح روي فيتوريا ولصالح ان احنا نعمل 7 مباريات ونوصل للفاينل باذن الله. المكان الاخير هو مكان تريزيجيه، هايل تريزيجيه، لعيب ما تسمعلوش صوت، لعيب مريح جدا، خطر جدا، قوي جدا، واحد ضد واحد من احسن اللعيبه اللي موجودين في القاره الافريقيه. علشان كده احد النقاط السحريه او الحلول الكبيره جدا لمنتخب مصر هو تريزيجيه. بديله مرموش، ولكن في النهايه بنتكلم على لعيب بيعرف يجيب جول، لعيب يشتغل في اماكن كتيره جدا، لعيب عنده مجهود بدني كبير، غير انه بيساعد كويس جدا في الشق الدفاعي، وده في بعض اللعيبه ما تقدرش تعملها. علشان كده اختيار تريزيجيه عن اي لعيب تاني بيكون للشقين، الشق بتاع الهجوم وده مهم جدا، والناحيه الدفاعيه كمان لمساعده محمد حمدي. 4-3-3 هو ده ممكن يكون تشكيلي بالنسبه لمنتخب مصر. هرجع اقوله تاني: الشناوي، هاني، منعم، وسامي، وكمان محمد حمدي، وثلاث لعيبه في نص الملعب. هقول النني، هقول امام عاشور في المباراه الاولى، وحمدي فتحي في المباراه الاولى، وبعد كده الثلاثه الاماميين صلاح، مصطفى محمد، مرموش. ممكن تحصل تعديلات، دي من وجهه نظر روي فيتوريا. تحياتي وكل التوفيق لمنتخب مصر، وقفوا ورا منتخبكم، احنا عندنا منتخب قوي، منتخب قادر يكسب كاس الامم الافريقيه. وصلنا فاينل مرتين، مره خسرنا امام الكاميرون ومره امام السنغال، بس مصر باذن الله مع صلاح عشان يبقى عمل كل شيء في الكوره، انه كسب كل شيء، ناقص له كاس افريقيه. توفيق صلاح، توفيق لمنتخب مصر بالكامل.